أمواتنا وأموات جميع المسلمين لهم منا الفاتحة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل المبارك الذي قدم عن روح المرحوم حكمة ظاهر منارة خير في هذا الحي وفي تلك البلدة. إن الله سبحانه وتعالى سميع عليم. نبقى إن شاء الله الآن مع كلمة من جمعية الهلال، نبقى مع المدير الأخ جلال عيسى الذين رعوا هذا المشروع منذ بدايته، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياهم بالخير. فنبقى مع كلمة أخونا جلال، فليتفضل مشكورا. الله أكبر ولله الحمد. والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية، القاضي عدنان عدوي، الإخوة أبناء حكمة ظاهر، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لموقف مشرف ويدعو للفخر والاعتزاز أن نجتمع وإياكم لنفتتح ونعلن عن افتتاح بيت، وأي بيت موقوف لله سبحانه وتعالى. الهدف منه تدريس القرآن العظيم، وقد أوقفه الأخوان أحمد وفريد ظاهر مشكورين مأجورين بإذن الله تعالى. أيها الإخوة الأفاضل، لقد علم سلف الأمة هذا الخير فسابقوا إليه وتنافسوا فيه، واليوم ها نحن نشعر بنسائم هذا الخير لا زالت تهب علينا عندما نرى أن ثقافة الوقف لا زالت حية في مجتمعنا، ونرى أنه ما زال بيننا من يصرف همه إلى كيفية استثمار أمواله وأملاكه من أجل آخرته. فأنا ما زلت أذكر ذلك الموقف الذي جاء إلي ابن السيد فريد ظاهر ومعه مسؤول الدعوة المحلية الشيخ إيهاب إلى مكتبي في الجمعية، جمعية الهلال لرعاية الأوقاف الإسلامية في الناصرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو مفتون. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر،
فأتم اللهم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. بجميع الإخوة والأخوات محب الأسماء والمناصب، نرحب باللقاء المبارك في مدينة الناصرة، مدينة الخير والمحبة والتآلف بإذن الله رب العالمين. ونحن إذ نؤكد فرحتنا فإننا نؤكد في نفس الوقت ترحابنا بفضيلة القاضي عدنان عدوي، نؤكد ترحابنا بالأهل آل الظاهر الكرام، ونؤكد ترحابنا بأهل هذا الحي الذين كانوا خير سند حتى تم هذا المشروع الكبير دار القرآن الكريم. ونرحب بكل من جاءنا يسعى حريصا أن يضم جهده إلى هذه المسيرة المحفوظة بحفظ الله تعالى. وكذلك أرى من الواجب بعد هذه التحية التي أسأل الله ألا أنسى فيها أحدا، وأعتذر إذا نسيت أحد، بعد هذه التحية أيضا أرى من الواجب أن نقدم الشكر الجزيل لهذه النفوس السخية الكريمة التي تعاونت حتى اكتمل هذا المشروع الواعد بإذن الله رب العالمين لكل أبنائنا وبناتنا. ولقد علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لنا: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لذلك نعم نقدم الشكر لأهلنا آل الظاهر على هذا العطاء، نقدم الشكر لجمعية الهلال التي رعت ترميم هذا الوقت، نقدم الشكر لأهل هذا الحي الكرام، ونقدم شكرنا كذلك لأخينا المقاول أبو شادي وكل الأيدي التي تعاونت على إنجاز هذا المشروع الكبير الذي يتوج الآن باسم دار القرآن الكريم. وسلفا أقول في الداخل الفلسطيني يقوم على المود والرحم. نريد بيوتنا قوية ليس في وجه جرافات الهدم الإسرائيلي فقط، بل نريد بيوتنا قوية في وجه أي سعي للنيل من أخلاقنا أو للنيل من قيمنا أو للنيل من تماسك الأسرة أو للنيل من تماسك الرباط المقدس بين الزوج والزوجة وبين الآباء والأبناء وبين الأمهات والأبناء. هذا الذي نريده. لا أقول لأنفسنا فقط ولا أقول للحركة الإسلامية فقط، بل نريد هذا الخير لكل مجتمعنا في الداخل الفلسطيني، لكل بيت، لكل أسرة بإذن الله رب العالمين.
لذلك فرحنا يوم أن قامت دار القرآن الكريم في مدينة الناصرة، لأننا نحمل الخير في كل دار قرآن كريم تقوم، إن كانت في الناصر أو في أم الفحم أو في أي بقعة مباركة من مسيرة مجتمعنا في الداخل الفلسطيني. ثم ماذا يعني دار القرآن الكريم بالإضافة إلى كل ما قلته؟ دار القرآن الكريم تعني أن نحسن نحن كمجتمع فلسطيني، أن نحسن نحن كمجتمع فلسطيني أن نحافظ على رباطنا في أرضنا، رباطنا في بيوتنا، رباطنا في مقدساتنا. الله جل جلاله من فوق 7 سماوات حدد لنا هوية هذه الأرض التي نعيش عليها، ولتخط لنا هذا الطريق إن شاء الله، طريق خير. من منا لا يريد الخير؟ طريق بناء، من منا لا يريد البناء؟ طريق أخوة ومحبة بين كل مجتمعنا، من لا يريد ذلك؟ أنا على يقين أن كل نفس طاهرة، كل نفس أبية تلتقي معنا في رسالة دار القرآن الكريم كخير عام، كخير شامل، كخير واسع للجميع بدون استثناء، للجميع بدون استثناء، لحافظ القرآن ولمن لا يحفظ القرآن، لقارئ القرآن وللمستمع للقرآن. هذه رسالة دار القرآن الكريم، رسالة خير بإذن الله رب العالمين. ثم ماذا؟ دار القرآن الكريم ماذا تعني هذه الكلمة؟ هي رسالة تحري الحق، رسالة البحث عن الهدى، رسالة التحرر من الخرافة، رسالة الوقوف مع الدليل، رسالة الحوار الفكري الهادئ، رسالة التحرر من التبعية، رسالة الأصالة والاستقلال الذاتي فكرا وفهما وسلوكا، شخصية وهوية. أين نجد ذلك؟ أين نجد ذلك؟ نجد ذلك في قول الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال المفسرون حول أسباب نزول هذه الآية أن أبا من الصحابة كان يريد أن يكره ابنه على الإسلام، فرفض الابن وأصر. نحن دعاة الحق المبني على الدليل، نحن دعاة الطريق القائم على الوصول، أبدا بعيدا عن أي مس من جاهلية، عن أي مس من تخلف، عن أي مس من رجعية. نحن نؤمن أن القرآن الكريم ما نزل ليكون كتاب تاريخ، جاء ليكون كتاب تاريخ وحاضر ومستقبل. ما نزل القرآن الكريم ليكون خطابا للأموات ولا خطابا للقبور، نزل القرآن الكريم ليكون خطابا للأحياء، وليكون خطابا للأمة، وليكون خطابا لعزتها ووحدتها وتثبيتها في كل مظاهر حياتها. نعم، هذه رسالة
دار القرآن الكريم في مدينة الناصرة، كما أنها رسالة دار القرآن الكريم في القدس المباركة أو مكة المكرمة أو المدينة المنورة، لأن كتاب الله واحد، كما أن ربنا واحد، وكما أن قبلتنا واحدة. رب العالمين، نحن أمة لا تخاف إلا الله، نحن أمة لن نيأس ولا نعرف اليأس، نحن أمة لا تتراجع إلى الوراء، نحن أمة يأمرنا القرآن الكريم ويقول لنا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. لن نختبئ من ظالم، فامشوا في مناكبها. لن نختفي بسبب ظالم، فامشوا في مناكبها. لن نهرب إلى الوراء، سنبقى نصنع الحياة، وسنبقى نصنع المجتمع، وسنبقى نصنع القيم، وسنبقى نصنع الأبناء حاضرا ومستقبلا. والظالمون إلى زوال، والظالمون إلى زوال. أيها الإخوة والأخوات، هذه بعض معاني دار القرآن الكريم لمن قد يسأل من قريب أو من بعيد، لمن قد يسأل عبر صحافة أو شبكة انترنت أو تواصل اجتماعي، لمن قد يسأل في السر والعلن: ما معنى أن تقوم دار قرآن كريم؟ ما قلته بعض معانيها.